السلام عليكم أصدقائي، كيف أحوالكم؟ في هذا الفيديو سوف نخوض في رحلة مميزة مع نادي برشلونة لنستعرض أهم الأحداث والتطورات التي شهدها خلال الساعة الماضية. لماذا نتكلم عن نادي برشلونة اليوم قد تسألون؟ لأنه نادي لا يختفي عن الضوء، وفي كل يوم هناك أحداث وأخبار تشعل الحماس لدى جمهوره وكل من يتابع كرة القدم. اليوم سنكون معكم لنسلط الضوء على أهم التطورات، الاستعدادات لمواجهة ليغانيس وقيادة ماركوس سورك للفريق وعودة اللاعبين المصابين وكذلك الإنجازات الفردية لبعض من نجومه. كل هذه الأخبار وأكثر من ذلك سوف نقدمه بطريقة مبسطة لكم. فإذا كنتم من عشاق برشلونة وحتى الكرة المدهشة والكرة الساحرة المستديرة فارتبطوا مع الفيديو حتى النهاية لن تندموا. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للمزيد من الفيديوهات الرائعة. دعونا نبدأ بالحديث عن الاستعدادات الحديثة لنادي برشلونة لمواجهة فريق ليغانيس في إطار الجولة 17 من الدوري الإسباني. هذه المباراة تحمل أهمية كبيرة لأنها تأتي في مرحلة حساسة من الموسم. برشلونة يسعى لتعزيز مركزه في جدول الترتيب وكل نقطة تحسب الآن. ولكن ماذا يفعل المدرب هانز فليك للتحضير لهذه المواجهة؟ المدرب يعتمد خطة ذكية جدا تتمثل في سياسة المداومة بين اللاعبين، وهذا يعني أنه سيمنح بعض اللاعبين الأساسيين فترة من الراحة لتجنب الإرهاق، خاصة أن الموسم طويل والمباريات متلاحقة. وفي الوقت نفسه سيعطي الفرصة للاعبين آخرين لإثبات أنفسهم، مما سيعزز الانسجام والتنوع في الفريق. إذا كنتم تتساءلون عن أسباب هذه المداورة فهي ليست مجرد قرار عشوائي. الفرق الكبيرة مثل برشلونة تلعب على أكثر من جبهة، الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك أيضا، والإرهاق البدني والذهني قد يؤثر على الأداء. لذلك فهذه الاستراتيجية تعكس رؤية المدرب المستقبلية للحفاظ على جاهزية الفريق. السؤال لكم للمشاهدين، من برأيكم سيكون نجم المباراة ضد ليغانيس غدا؟ هل تعتقدون أن سياسة المداورة ستؤتي ثمارها؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات. الآن دعونا نتحدث عن الغياب المثير للجدل للمدرب هانزي فليك في المباراة الأخيرة ضد ريال بيتيس. تعرض فليك للطرد، مما يعني أنه لن يتمكن من الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة ليغانيس وأتلتيكو مدريد. ولكن لا داعي للقلق، لأن الفريق ليس وحده. ماركوس سورك المساعد الأول لهانز فليك سيتولى قيادة الفريق خلال هاتين المباراتين. ماركوس سورك ليس شخصا جيدا على الفريق أو حتى على الجماهير، فهو معروف بقدرته على التعامل مع اللاعبين وقراءة المباريات بشكل ممتاز. ما الذي يمكن أن يعنيه غياب فليك؟ صحيح أن وجود المدرب الأساسي مهم جدا من الناحية التكتيكية والنفسية، ولكن برشلونة فريق يعتمد على منظومة جماعية. اللاعبون يعرفون أدوارهم والخطة واضحة للجميع. هذا هو السبب في أن غياب المدرب قد لا يؤثر كثيرا على الأداء، خاصة مع وجود قائد بديل مثل سورك. ولكن السؤال الأكبر هنا هو كيف سيتعامل سورك مع الضغط، يعني ضغط المباراة، لأن هناك مباراتين حاسمتين تنتظرانه. الأولى ضد ليغانيس هي مباراة على الورق سهلة نسبيا، ولكن في كرة القدم لا شيء مضمون. أما المباراة الثانية فهي ضد أتلتيكو مدريد، فريق شرس ينافس دائما على القمة. السؤال الآخر هو هل تعتقدون أن ماركوس سورك قادر على قيادة الفريق بنفس كفاءة المدرب فليك؟ وهل ستؤثر هذه الظروف على أداء الفريق في المباراتين المقبلتين؟ ننتظر منكم تعليقاتكم في أسفل الفيديو. والآن لننتقل إلى خبر سار جدا لكل عشاق برشلونة. بعد فترة من القلق بسبب الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا، ها نحن اليوم نحصل على أخبار مفرحة بعودة اثنين من أهم نجوم الفريق، وهما أنسو فاتي وأندرياس كريستنسن. دعونا نبدأ مع أنسو فاتي. هذا الشاب الموهوب الذي طالما كان نجما لامعا في سماء برشلونة يعود الآن إلى التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة. عودة فاتي لا تعني فقط استعادة اللاعب المميز، لكنها تحمل أملا كبيرا لجماهير التي تعلقت بأدائه وأهدافه الحاسمة أيضا. أنسو لديه موهبة فطرية تجعل حضوره على أرض الملعب يضيف الكثير من الحيوية والهجوم القوي. أما بالنسبة لأندرياس كريستنسن فهو من العناصر التي تعطي توازنا كبيرا في خط الدفاع. عودته تعني أن برشلونة استعاد قطعة مهمة جدا في منظومته الدفاعية، خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات صعبة تحتاج إلى استقرار في الخط الخلفي. عودة هذين اللاعبين في هذا التوقيت الحساس ليس مجرد خبر جيد، نعم، بل هي دفعة معنوية للفريق بأكمله. ومع ذلك الخيارات من المدرب يمكن أن نشهد تغييرات تكتيكية تزيد من قوة برشلونة في المراحل المقبلة. دعونا نحتفل الآن مع أحد نجوم برشلونة الواعدين، هما أليخاندرو بالدي.
اللاعب الشاب الذي نجح في فرض نفسه على الساحة منذ ظهوره مع الفريق الأول يستعد الآن لتحقيق إنجاز كبير بخوض مباراة رقم 100 مع برشلونة في جميع البطولات. لكن ماذا يعني هذا الرقم؟ الوصول إلى 100 مباراة مع فريق بحجم برشلونة في سن صغير هو دليل على العمل الجاد والموهبة الكبيرة والثقة التي يضعها المدربون فيه. بالدي ليس مجرد طائر أيسر عادي، إنه لاعب يتميز بسرعته الفائقة، قدرته على التمرير الدقيق، ومساهمته الهجومية والدفاعية المتوازنة. الاحتفال بهذا الإنجاز يأتي في توقيت مثالي، حيث يظهر برشلونة لا يزال يعتمد على تطوير المواهب الشابة ودعمها للحصول إلى أعلى مستويات. اللاعب بالدي مثال حي لما يعنيه أن تكون جزءا من مدرسة برشلونة لكرة القدم. سؤال لكم أعزائي المشاهدين، هل تتوقعون أن يصبح أليخاندرو بالدي أحد أفضل الأظهرة في العالم؟ ما رأيكم في أدائه حتى الآن في فريق برشلونة؟ وأخيرا لنصل إلى نجم آخر من نجوم الفريق وهو رافينيا. هذا اللاعب البرازيلي الموهوب الذي لا يكف عن إبهارنا بأدائه الرائع. احتفل مؤخرا رافينيا بعيد ميلاده، لكن الاحتفال هذه المرة كان بطبع خاص، حيث أنهى العام محققا 12 مساهمة تهديفية في دوري أبطال أوروبا. ما يميز هذا الإنجاز أنه يعادل الرقم القياسي لعدد من المساهمات التهديفية التي سجلها لاعب برازيلي في عام واحد في دوري الأبطال. هذا ليس إنجازا سهلا بالنظر إلى المنافسة القوية التي يشهد هذا المستوى من البطولة. رافينيا لم يكتفي بالأرقام فقط، بل أظهر روحا قتالية وأداء رائعا جعل الجماهير تعشقه أكثر. إنه لاعب يمتلك المهارات، الذكاء في التحرك، والقدرة على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة. والسؤال لكم هنا هو: كيف ترون تطور مستوى رافينيا مع برشلونة؟ هل تعتقدون أنه قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق؟ كانت هذه أبرز التطورات والأخبار من داخل قلعة برشلونة خلال الساعات الأخيرة. النادي يعيش لحظات مليئة بالتحديات والإنجازات، وكلها تثبت مرة أخرى أن برشلونة ليس مجرد فريق كرة القدم، بل هي منظومة رياضية فريدة، نعم، مليئة بالمواهب والشغف. شاركونا رأيكم حول هذه الأخبار في التعليقات. هل أنتم متفائلون بالمباريات القادمة؟ وما توقعاتكم لهذه الفريق في الفترة المقبلة؟ لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء في فيديو قادم.